سوريا حرة، وأنا النهاردة بكلمكم من دمشق. ميكس مشاعر متداخل مع بعض، مش قادر أوصفه ومش عارف أحكيه. بقول لكم إن السعادة والبهجة منتشرين في كل حتة في البلد. نحلى مصر، مصر حلوة. على الرغم من سنين طويلة من الظلم والقهر والتهجير اللي عاشه الشعب السوري. قال أنا من 40 سنة ما وقفت هالمحل هذا. هلا أخي نازل من مصر كمان بجد؟ 10 سنة يعني. بقالك قد إيه ما شفتوش؟ شيء 13 سنة. ماشي بالشارع نفرض ولقوا معك $100 فانت بتروح فيها 10 سنين. وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هنقضي النهاردة اليوم كله في شوارع الشام وأسواقها عشان كل اللي نفسهم يزوروا الشام ومش عارفين ما يكونش فايتهم حاجة. هنشوف ازاي الحياة بقت أجمل وأكتر بهجة. الناس نازلة في الشارع فعلا ومبسوطة وبتحتفل طبعا والدنيا مستقرة والشرطة بتاخد مخالفات. وهنجرب كل الأكل الشامي الأصلي. هندوبة الشاورما هنا. وعلى فكرة أنا ما حسيتش بأي غربة وأنا هنا، لأننا اتعودنا على وجود حبايبنا السوريين وسطنا. اخواتنا بمصر دائما اخوات بالدم وبكل شيء. نحن حبيبي تسلم يا رب. على راسي يا طيب. اهلا وسهلا. وحشتني مصر بصراحة بجد والله العظيم. ينفع ما تسيبوناش وتمشوا؟ في كل حتة في الشام الكرم موجود. من غير سكر. انت سكر. والله انت سكر. هتلاقي اللي بيعزمك واللي بيأكلك، وأيوة الراجل ده مش بس وصلنا، ده ساب لي التاكسي بتاعه كله. سواق تاكسي في الشام. على قد ما لفيت في العالم ما شفتش كده قبل كده والله. طبعا ما كانش ينفع ابقى في دمشق وافوت زيارة المسجد الأموي الشهير بأذانه المميز، لأن دمشق هي عاصمة الأمويين. وإن شاء الله قريب جدا ترجع آخر دولة عربية محتلة لأهلها. بس لو أول مرة تتابعني فأنا شريف نبيل، مسافر مغامر مصري بتاع أكشن، والنهاردة أنا في دمشق وفي سوريا الحبيبة عشان حاجة واحدة، نبارك لأهلها ونتمشى وناكل أكلهم ونشوف حياتهم عاملة إزاي وبس. فعل الجرس، اشترك في القناة لو لسه، ويلا بينا ناخد جولتنا في دمشق. صباح الفل، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ لسه متحركين؟ فكر نفطر الاول كده فطار رايق شامي ونتحرك بقى في جولتنا في الشام او في دمشق. هنا دمشق بيقولوا عليها الشام، يعني حلم من احلام الطفولة ان الواحد يزور دمشق. يا جماعة ميكس مشاعر مش طبيعي، كله متداخل مع بعض، ما بين فرحة وسعادة وما بين حنين كده لحاجات كنا بنسمعها وحسينها زمان. يلا يومنا النهاردة ان شاء الله يبقى في حاجات كتير، خليكم معانا متفوتوش حاجة. ما شاء الله الناس شغالة ايه، في شرطة وفي لسه واخدين مخالفة عربية دلوقتي. واحد جه قال لك سجان كان بيعذبه مسكوه. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب زي ما انا معودكم، احنا دايما محتوانا خالي تماما من حاجات كتير، من ضمنها السياسة، لان الناس كتير ما بتتفقش على رأي واحد في السياسة. لكن اللي حصل اخر 10 سنين او اخر 11-12 سنة في سوريا ده ملوش علاقة بالسياسة. جرائم حصلت في حق ملايين البشر، مش الاف، ملايين البشر. يكفي ان انت طول ما انت ماشي حوالين العالم هتلاقي سوري ساب ارضه، ساب بيته، ساب حياته كلها وخرج هرب من جحيم جوه سوريا على مدار سنين طويلة. والحمد لله الحمد لله خلصت، واحنا بكل فرحة وبكل بهجة جايين النهاردة عشان نعيش أجواء عودة سوريا حرة من تاني. لكن في نفس الوقت التاريخ ما بتمحيش بسهولة، فهنزور النهاردة مكانين معلش هم صعبين شوية بس لازم نزورهم. هنزور واحد منهم النهاردة، هو البيت اللي كان بيسكن فيه الراجل صاحب كل الجرائم دي، يعني مش قادر أقول اسمه. يلا بينا.
وهيك لازم العدل صحيح. هلا ما عم تجينا ساعة كانت ما تقطع. يلا هذا العدل. لا بس هذا اللي الله أمر فيه. يلا الله يعطيكم الله العافية. يقويكم. على الف سلامة يا عرفنا رب. بالإسلام. يا رب. تركنا طبعا. حتى لو مش لهم. لا ان شاء الله. الله يبارك فيك. يا هلا. جارتهم؟ جارة الاسد. جارة الاسد؟ ايه بس انضربت بمشكلة جيرانه، كان عندهم يعني شيء ايجابي وشيء سلبي بالتحرير. الايجابي انه كانت الكهرباء عندهم 24 ساعة دائما موجودة. لانه حي الاسد فما حد ينقطع. الان صارت مثلهم مثل غيرهم، رجعت توزعت على دمشق. السلبي انه كانوا ما يفتحوا شبابيك ولا ممكن يطلعوا الا بموافقات فهلا ارتاحوا كيفوا خلص ياخذوا راحتهم. ده كله الشارع بتاع الاسد. ده بيته، ده الشارع بتاعه، ده بيت والده. دخلنا احنا جوه، عندنا الحاجز. الحاجز اهو، حاجز اهو. ممنوع تخش اصلا الشارع كده كده يعني طبيعي لانه حاجز وفي بيت رئيس، لكن كل الشبابيك ممنوع تتفتح. فانت لو انت جار هنا زي ما سمعنا جارته بتحكي، لو انت جاره انت مسموح لك تطلع مره واحده بس من الشباك، تمام كده، وتاخد تصريح بيها. وكمان في جنب كامل ممنوع، في جنب كامل ممنوع. عليكم السلام. في جنب كامل ممنوع. تعالوا اوريك الشبابيك هنا عامله ازاي. بص كل الشبابيك هنا مقفوله. بص عامله ازاي، كلها مقفوله بجنازير او بشاترز يعني. كل الشبابيك هنا اهي كلها مقفوله بشاترز. العماير دي كلها مقفوله، الشبابيك مقفوله بشاترز. ضلمه ظلام. ليه؟ لان انت بتبص بس على الناحيه دي بس. ادي الحاجز، المنطقه كلها. معقول في طيران اسرائيلي؟ ايه بيضربوا عليه؟ انت وين عايش؟ ما بعرف. روسي ما بقي، سوري ما بقي يعني، فما في احتمالات. احنا هذا الصوت بس خلاص هنا المباني دي في ناس عايشه فيها، اللي هي الناحيه دي ناس عايشه عادي، بس كان ممنوع اي حد يفتح شباك. حظر على كل شيء. ممنوع مرة يخرج من الشباك اي حاجه. اجت مرة وقفت هون، قال انا من 40 سنة ما وقفت هالمحل هذا. يا الله. من 40 سنة وهي ساكنة هون، قال انا ما وقفت بهالمحل هذا. يا الله. ممنوع. الحمد لله، نريد بس نعيش بسلام. تعبنا يا شيخنا، تعبنا طبعا، تعبنا. انا راح لي كليه وطحال وعين، فاتت شظيه من هون طلعت لي. بنقويك. الحمد لله. الحمد لله. من وين انت عمي؟ ريف حلب الجنوب. ريف حلب الجنوبي. كنت بإدلب، كنت انا ساكن هنيك ونزحنا ادلب، بركنا بخيمه سنه، بعدها عاد سلموا للمصابين يعني. هي هون هاي شظيه. هون لهون. هاي فاتت وحده من هون طلعت من هون. عيني هاي فرغتها خالص، دمت الشظيه 3 سنين. اجتني شظيه كمان من هون طلعت من هون، شالت لي الكليه وطحال. يا الله. ايام حلب هي. فك الحصار عن حلب. عدت عليه فتره صار يشرف علينا براميل حاط فيها مواد كيماويه. مجرد الشظيه تلمس الجسم تعطبه، ما قتل عطب، تعطب العضو اللي تدخل عليه. لا حول. اجرام اجرام. هذا غاز السيرين، ما بعرف ايش اسمه. تعطب فورا بيزرق الجسم على البترسيون. لا حول. باشا يلا حبيبي للفضل. جاهز؟ على راسي. يلا بسم الله افتح. يلا. حبيبي كيفك يا ماجيك؟ حبيبي للفضل. عامل ايه؟ الحمد لله. بسم الله. ايه الاخبار؟ شو الاخبار؟ كله 100 100. والله الحمد لله. جاهز؟ انا جاهز. انت يا باشا. ايه يا عم الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ نفطر. انا عايز افطر فطار. شو بدك فطار؟ سوري. طيب. دمشقي. طيب على قديمه. خلص عندي. يلا عندي. يلا بينا. اسمه الخط الحديدي السوري الحجازي، او هيك كان اسمه. دي محطة الحجاز. ها؟ حجاز. كانت بتيجي من السعودية. من السعودية على الشام. على الشام. هاي عن على طريق أيام الأردن. عن طريق الأردن. هي أيام العثمانيين بقى. اوكي. هذا سور قلعة دمشق. طبعا سوق الحمدية هو سوق كثير كبير، يعني في مختلف أنواع البضائع.
يعني انت بسوق الحمديه بتشوف شيء له علاقه بالنسوان. هلا بفرجيك اذا بتحب انت مثلا كمان بفرجيك كل قسم يعني شيء اسمه عصرونيه، شيء اسمه سوق تفضلي. بارك على سوق تفضلي. سوق تفضلي هو سوق متخصص بالنساء. بيروحوا النسوان بيشتروا قمايش ما قمايش وكذا بيفصلوه، فاسمه سوق تفضلي مثلا. تفضلي كانوا من زمان يقولوا لهم كل واحدة تكون تفضلي فسموه سوق تفضلي. حبيبي طبعا في نقطة مهمة كثير. السلام عليكم. كيفك؟ السلام عليكم. حبيبي في نقطة مهمة كثير. هون هلا عم يصرف الزلمة. تمام. هلا نحن ايام زمان كان ما بقدر واحد يصرف دولار. يعني انت اللي بيعطوا معك $100 هلا هذا الحكي من 10 ايام. هلا حبيبي ده لسه جديد. هلا هذا جديد. انت اليوم بسوريا كان انت ماشي بالشارع نفرض ولقوا معك $100 فانت بتروح فيها 10 سنين. احلى بقى الجولات اللي بنحب نعملها هي الاسواق الشعبيه. ومن اشهر الاسواق هنا سوق الحمديه. الناس بتجيله من كل مكان من بره دمشق والشام عشان يجوا يتسوقوا هنا. وده السور بتاعه من بره. ها هذا سوق هذا سوق اسمه هي هون قلعه دمشق. قلعه دمشق. تبع قلعه دمشق. تمام. شوف هلا فرجيك بس البيوت قديمه. بصوا هنا الخياطه بينزل له السبت تعطي له حاجه يرجع بياخذ بسلح لك اياه وبرجع برجع لك اياه لانه ما فيك توصل لعنده اساسا. اصلا ما ينفعش توصل له. لا ما فيك توصل له. هو يعني توصل له من مكان بين الحواري وكذا من هون اسلم. قهوه دي ولا ايه؟ قهوه بيعملوا قهوه. تعال نجرب قهوه. هذا هو السيد. تعالوا نجرب بشويه قهوه. يلا بينا. عمو السلام عليكم. كيفك؟ ايه الاخبار؟ ازاي صحتك؟ ممتاز. كله تمام. قوة الشباب لك تفضل. احلى كوبايه على القهوه. بسم الله. والله مظبوط. هذا بيحطوا الفحم فوق. تيم فحم فوق القهوه عشان تفضل دايما سخنه. افتح لي كده. بتضل عم تغلي. شايف؟ يا الله. بقلبها بضل دي بتغلي جوه. ايه عمال يغلي القهوه. تسلم. اهلا وسهلا حبيبي. هو في اجمل من كده. غليت اكثر. القهوه تقيله. تمام. هي قهوه عربيه. تمام. بيطحنوها وبيغلوها وكل ما غليت اكثر كل ما صارت اتقل. حبر. ايه تماما والله حتى القهوه شربتها في حياتي. اسمها ايه بقى عندكم؟ اسمها قهوه عربيه. سوريه 100%. حلو. ده سوق ايه بقى؟ بيبيعوا فيه عده حلاقه. عده الحلاقه يعني انت بدك تفتح صالون تفتح شيء فبتيجي بتتسوق من هون لإلك. بص هنا العطور. كل شيء له علاقه بالعطور بالشامبويات كل شيء له علاقه بالحلاقه يعني. انت بمصر يلي بيشرب من النيل بيرجع لها تاني. نحن عندنا نفس الشيء اللي بيشرب من ميه الشام بيرجع على الشام اجباري. طب حلو ده. اجي لكم تاني ان شاء الله. كده يا رب. كده والله. السوق كله مغطى. زي ما انتم شايفين سوق كامل مغطى في كل حاجه من الابره للصاروخ زي ما قلت لكم. حبيبي عامل ايه؟ اجواء دهب. ده يدل ان الدنيا امان 100%. ناس شغاله في الدهب بتاعها، شغاله في كل حاجتها، كل حاجه زي ما هي امان 100%. مفيش كلام بعد الكلام. اجدع ناس. انت منين؟ انا اصلي من دير الزور بس عايش بألمانيا. عايش بألمانيا؟ أيوة. حبيبي بميونخ بكسبورغ. ما شاء الله. الله يعطيك العافيه. ربنا تقول ايه للناس بعد التحرير؟ الحمد لله بس الظلم ما يدوم. الحمد لله الله خلصنا منه ومن ظلمه. الظلم وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. تسلم. مش صور بدرعه. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ مبسوط؟
مبسوط. مبروك. الله يبارك فيك. من مصر. عامل ايه؟ الحمد لله. مصر انا برضه والله. عشت شوية؟ اسكندريه وفي مصر 13 سنه. بجد؟ والله ما شاء الله. العظيم. رجعت امتى؟ والله بقى لي 3 شهور، يا ريتني ما رجعت، وحشتني مصر بصراحه. بجد؟ والله العظيم. ينفع ما تسيبوناش وتمشوا؟ وانا والله عايز احنا ارجع. لا والله احنا اللي جايين لكم اهو نسلم عليكم. انا اللي عايز ارجع والله. خدني حبيبي. معاك بالله عليك. حبيبي تعالى بالله تنور عليك. تنور بالله عليك. والله. بص الناس الجميله. قلبي. حبيبي منور والله الدنيا. وحشتنا مصر، ده احنا اكيد اسكندراني وكل حاجه. حبيبي قلبي. حبيبي منور الدنيا. الله منور مصر. بلدك كده كده اي وقت. ربنا يعزك. حبيبي نتكلم في حاجه بجد والله، يعني اخواننا السوريين مش هنقدر نعيش من غيركم والله، واحنا جايين لكم اهو، يعني احنا جايين لكم، بس اوعوا تسيبونا وتمشوا. كلام مش ترندات ومش كلام هزار ومش كلام قلاشات، ده بجد 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 اخواتنا وعشنا مع بعض سنين طويله، ويا رب ترجعوا تشوفوا اراضيكم وبلادكم. الوطن حاجه تانية انا فاهمه كويس، لكن مصر طبعا وطن كبير ليكم، وكده كده في اي وقت مكانكم ان شاء الله. حلوه البوزه؟ خطيره ولا نص نص؟ اجرب ايه؟ دي ايه بقى؟ بقداش يعني ايه بقداش دي؟ فستق؟ اسمه بقداش؟ قشطه مع فستق. قشطه مع فستق. ده اشهر واحد هنا؟ اشهر واحد؟ اجمد واحد؟ نجرب على ضمانتكم؟ هنجرب اشهر بوزه هنا بقداش. يلا بينا. يلا نجرب بقى. يلا شري. ده الشباب هنا بيقول لك اللي بالفستق. الفستق يعني ايه بالسوري؟ فستق. فستق. يلا بالفستق اهو بقداش. شري. يلا يا باشا. السلام عليكم. لا سلام عليكم. اجواء. جايبكم شاب مصري. السلام عليكم. خلونا نبدا. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ السلام عليكم. تعال ندوق. يلا بسم الله. يلا بسم الله. تسلم ايدك. دوق نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابو حميد. هو انا مش داخل، انا بتزق. عاملين ايه الاخبار؟ ده ايه ده؟ سحلب. يا جماله. سحلب. في كلام بعد الكلام؟ والله ما فيش كلام بعد الكلام. انا اهو. عامل ايه؟ تمام. دمشق لازم تيجوا هنا. بوزه بقداش الفستق. في الرشاء هي القيمة. بتكون مادة حليب بعد ما تطبخ. بينزل بيطلع متطين على الحيطان لحتى يجمد. تمام. مجرد ما جمد نقشره. ينزل بنعطيه الدقة اللي هي الاعتيادية. كشك الأمراء. كشك الأمراء. يعني نحن مسميها محلاية بس هي الاسم الأصلي هي كشك الأمراء. بسم الله الرحمن الرحيم. عبارة عن ايه؟ حاجة شبه المهلبية كده؟ مهلبية تقريبا. هي تقريبا شبهها. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. حليب وسكر ونشا ومع زهر. بسم الله. ندوق نجرب. رواد في واحدة محلاية. حلوة. خطيرة. احنا دلوقتي في اخر السوق، واخر السوق بيدخلك على الجامع الاموي، لان هنا كانت عاصمة الخلافة الاموية، وكان ده يعتبر اكبر مسجد فيها، صح؟ صح. يا الله بص الجمال. بصوا يا جماعه هنا التفاصيل في المبنى عامله ازاي. بصوا كل دي اثار. بصوا التفاصيل هنا عامله ازاي. تفاصيل هنا برضو خطيرة. ناس فرحانة فرحة غير عادية. يا الله مختلفة. هذا كله اغاني جماعي. في كذا حد بيأذن جوه؟ ما شاء الله كذا حد بيأذن جوه، مش واحد بس، كذا واحد، عشان كده صوت الأذان مختلف هنا.
عايز اقول لكم ان الجامع الاموي في دمشق واحد من اهم المساجد في العالم كله، يمكن يجي في المرتبه مثلا الرابعه او الخامسه بعد الحرمين الشريفين وبعد المسجد الاقصى. الجامع كبير مش صغير، ويعتبر كمان من اقدم الجوامع في الدول الاسلاميه، تقريبا اتبنى سنه 705 ميلاديه تقريبا. من اهم المعالم هنا في دمشق ومن اهم المعالم الاسلاميه حوالين العالم كله. الجامع يا جماعه قطعه فنيه من العصر الاموي. احنا ما ينفعش نبدا اليوم من غير لما نفطر. يلا بينا. والله الشارع يا جماعه خرافه. بصوا تحس ان انت في اساسن كريد، تحس ان انت في حاجه مش مفهومه هنا. والله العظيم فيها روح مش موجوده في حته البلد دي. دخلنا بقى قهوه قديمه جدا 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 اسمها النوفر اهي. النوفر من اقدم القهاوي هنا، حاجه كده في الرايق. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ حاجه كده في الرايق قوي 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 قوي. نقعد نفطر هنا ونشرب كوبايه القهوه والشاي ونتحرك نكمل جولتنا في دمشق ان شاء الله. يلا بينا. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ منوره باهلها. حبيبي حبيبي تسلم تسلم. الله يشفي خير علينا. الله يخليك الله يخليك، ومبروك عليكم. قديش عمرها هي الكافيه؟ 400 سنه هي. 400 سنه 400 سنه ما شاء الله. انا شايفك مربي حاجه هنا. ما شاء الله. شوف هي مؤسسين القهوه اوكي كانوا هون بقهوات الشام القديمه. ايوه يعملوا شيء اسمه حكواتي. هلا موجود. لا موجود حكواتي، موجود لغايه دلوقتي. هنا بيقعد هنا، يقعد هون بيحكي قصه للعالم عن بن شداد وقصص وحكايات. ايه بجد والله. بص اهو لسه موجوده كل يوم عندهم بين المغرب والعشاء حد يطلع بيحكي هون، بيطلع بيحكي لك قصه. لا شوف هي اسمها عليك، هي قريبه يعني. اوكي هي دي. لا الكبيره اللي فوق دي مثل هيك شايف، بيمسك كتاب. بدك منصوره بيجي هذا بيجي بيقعد هون بيمسك كتاب. لا نيجي والعالم يلا هيك يلا والله. لا لازم نيجي يلا. بيحكي لهم قصص عن بن شداد. والله اجواء والله اجواء. اوه يلا يا باشا على الكشري. يلا يا باشا على الكشري. هو ايه الفطار الرايق ده؟ بسم الله. تسلم ايدك. صح. الفتة ولا تسقية؟ فتة أو تسقية. هي احنا بنقول فتة بصوا السمنة، بصوا السمنة عاملة ازاي؟ ودبس رمان وعيش. بسم الله الرحمن الرحيم. خرافة والله العظيم ملهاش حل. دي مسبحة ها؟ ايوه مسبحة يعني عايمة في الزيت والحمص. يا عين عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. خطيرة. جيب له الشاي لو بدك. انا ماليش في الحمص قوي، بس ده في حتة تانية مختلف تماما. تعال نجرب الفول. الفول بايده، طماطم على حمص على فول، بس في زيت كتير. خلونا ايه نص تقليبه كده ممكن. ده الفول حب. ايه نحن عندنا الفول حب. بصوا يا جماعه الفول حب. بص الحبات دي ما شاء الله. خطير. قهوة وصلت. تسلم ايدك يا عمو. سادة ها؟ من غير سكر. انت سكر. والله انت سكر. حبيبي عسل والله الناس عسل. قهوة تركي. القهوة التركي في سوريا يا جماعة ملهاش وش، عشان بس ايه نبقى فاهمين. بسم الله. حلوة.
لو فاكرين يا جماعه لما رحنا مدينه انطاكيا التركيه، كانت على الحدود مع سوريا، الاسواق اللي مشينا فيها كانت شبه دي بالظبط بالظبط، نفس الستايل، نفس الكلام، حتى الناس كانت هناك بتتكلم عربي شويه. زحمه، عجقه عجقه خطيره يا عم. دلوقتي احنا طالعين على باب توما، وباب توما هو باب دمشق، من ابواب دمشق القديمه. يعني دمشق زمان كان ليها كذا باب، 6 أو 7 ابواب. فباب توما كان باب من البيبان بتاعه دمشق نفسها، المدينه. خشوا المدينه من باب من الابواب ال7 منهم باب توما، رايحينه دلوقتي. واو، بس الاجواء عامله ازاي. مشهور قوي هنا عندهم الرمان بالبرتقال، يعني دايما يشربوا البرتقال بتاعهم مع الرمان على طول اهو. يعصروه هنا وودي. عندكم بقى يعني الحاجات اللي لازم نجربها، الشاورما السوري. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ تمام حبيبي. لا دي ليها قصه تانية، يعني نشوف هنعمل فيها ايه. ايه الاخبار؟ عاملين ايه شباب؟ عامل ايه؟ عنده شريف من مصر. والله والنعم حبيبي، منك ومن اخوتنا المصريه كلها حبيبي، تاج راسنا. بدك تدوق؟ تسلم يا رب. اكيد اعطينا شرحه زكاته. هي الشاورما بقى السوري. دوق يا هلا شريف. اوه بس ما ادري شو عم تقولوا. يلا هلا بس تدوق. سوري، هندوق الشاورما شريف هنا. يعني يا لطيف متحمس. ايه متحمس. اوه حته صغيره. لا صغيره ما كبرتها كتير يا عم كتير والله. بسم الله روح شايف له. اوه بسم الله، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ على كيفك. احلى شاورما سوري في قلب سوريا. تسلم ايدك حبيبي قلبي، والله تسلم ايدك حبيبي. نهار بيكم واهلها. الله يسعدك يا رب. نهار يدك ومبروك التحيه. محلكم صغير، اخوتنا بمصر دائما اخوات بالدم وبكل شيء. نحن حبيبي تسلم يا رب. على راسي يا طيب، اهلا وسهلا فيكم. بنحبكم والله، والف مبروك وفرحانين لكم. ربي يسعدك حبيبي. بسم الله. خطيره. المنطقه دي اسمها ايه بقى؟ هي اسمها الإيمرية. الإيمرية تمام. يعني بتصعبوا علينا الاسامي ليه؟ الإيمرية معروفه. الإيمرية تمام ماشي. انت فايت على اطول شارع للاكل اهو بالشام كله، يمين وشمال اكل. ها شوفوا مثلا بيعملوا بوظ. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. حبيبي اجواء عالميه 100%، مفيش كلام بعد الكلام. عجقه موت، الدنيا زحمه جدا. هي شو اسمها عندكم انتوا بمصر؟ عندكم عربيات بتعملها زلابيا. هنجرب دلوقتي الزلابيا السوري. معلم هيك كثير حلوه. عنكم وين؟ تسلم. عامل ايه؟ عنكم وين؟ مصر. وعندنا اسمها زلابيا. اسمها زلابيا برضو؟ لك زلابيا. هي الزلابيا صح؟ نحن عندنا هي اسمها مشبك وعوامه. وين العوامه؟ هذيك عوامه. دي صوابع زينب. ايوه اسمها صوابع زينب برضو؟ لا اسمها صابع الست. نحن صابع الست. جنود الست. صابع زينب. كمان؟ اسمها الاساسي صابع زينب. دي صوابع زينب. هي بلح الشام. وده بلح الشام، اسمه بلح الشام برضو. يبقى جاي من عندكم، ده بتاعكم خلاص. هي من زمان بالشام. دي ايه بقى؟ زنجو. بصوا يا جماعه، صوابع زينب، بلح الشام. هي شو؟ قطايف. قطايف عندكم برضو؟ ايه قطايف يا عم، كل حاجه زينا. حلو ده. وده ايه؟ زلابيا. دي الزلابيا؟ لا احنا الزلابيا دي. هي هي عوامه. هي الزلابيا. هم بقى بيسموا الصغيره عوامه، احنا بنسميها زلابيا. دي الزلابيا السوري. ودي عوامه. دي ايه؟ مشبك. اوكي، وبعد كده الباقي زينا. عوامه لانه بتعوم بقى. والله اجواء. طب نجرب حاجه، يلا نجرب ايه؟ نجرب هات واحده صوابع زينب. بس واحده. بسم الله. لا انا ما بدي ما باكل حلو ابدا. مو حلو صراحه. والله كاني اكلت. والله كاني اكلت. والله ما اقدر. والله خطيره. نص قطر هاي.
حلو قوي. طيبه والله خطيره. نص سكر. نص سكر. ما خرجتيش سكر شويه. سكر زياده. معلم هذا الزلمه يخبص تخبيص هلا يعني الله يستر مش عم عادي. عجنت في الاكل بقى. خلاص احنا قاعدين هنا بقى، واحده مشبك كمان. بسم الله. انت ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. مبسوط؟ الحمد لله. احنا جايين نقول لكم مبروك الله يبارك فيك. ونمشي. هلا اخي نازل من مصر كمان. بجد؟ 13 سنه هناك. كام سنه هناك؟ 13 سنه. 13 سنه. ايوه. بقالك قد ايه ما شفتوش؟ شيء 13 سنه. يا الله. لا بنحسن نروح لعنده، انا كنت مطلوب احتياط ولا هو بيحسن ينزل. ولا انت عارف تروح ولا هو عارف يجي. 13 سنه. ايوه. يا الله يجي بالسلامه ان شاء الله، يجي بالسلامه ان شاء الله. بس يرجع لنا تاني. احنا بنحبهم. والله بنحبكم. والله شعب مصر شغله. والله بنحبكم. اي والله. يعني يجي يسلم عليك يقعد معاك شويه ويرجع لنا تاني. تزوج واحده مصريه. بجد؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وانت تيجي كمان تنورنا. والله انا حلمي كان اروح على مصر. ان شاء الله تنورنا والله. دلوقتي اهو تقدر ان شاء الله. حبيبي حبيبي تسلم يا رب. ندول مشبك. بسم الله. مقرمش شويه حلو. ناشفه شويه مقرمشه. خطيره. كام يا حبيبي؟ مش هينفع. صحه وهنا. لا لا مره جاي. قديش بتصور؟ خلاص مره طلعنا. لا 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 قول لي يلا بس. روح روح روح. انت هون سوريا اخي. والله يعني خلص بقول لك علينا حبيبي السلام عليكم. تسلم. اهل الكرم اهل سوريا والله العظيم يعني مستمتعين بالاجواء والناس مبسوطه. الناس مبسوطه في وشوشهم. انت سمعت قصه الراجل؟ ايه بقى 13 سنه ما شافش اخوه. هلا بشوفهم. هلا كل العالم هترجع. والله هو بيحكي لي والله جسمي اشعر والله. فردوا فرده بالارض مو طبيعيه يعني. يا وصلنا نحن الله. بكل مكان. مرحبا. طبعا السوري انت اللي فرجيتك اياه هنيك. ايوه ده هو بقيت. كان ايوه هذا بقيت. ده بقيت. تمام. كانت دمشق كلها عليها سور. سور على الداير. داير. وفي بيبان كتير. وفي بيبان كتير منهم باب تومه. اللي احنا المنطقه اللي احنا كنا فيها هي باب تومه. وده باب تومه. هو ده الباب. هو ده باب تومه. وصلنا له اخيرا من الناحيه الثانيه من ورا يعني. حبيبي سيد محمد. جاهز ومستعد؟ ايه الاخبار والاجواء؟ والله الحمد لله. سهله سواقه التاكسي في دمشق؟ ايه سهله؟ ايه حبيبي يلا بينا. يسوق ينفع؟ ايه يلا. انا هسوق معلش. يلا. سواق التاكسي ساب لي التاكسي عشان اسوقه. والله مش مصدق. يلا 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 سوق والله. حبيبي والله اهل الكرم حبيبي. السيارة اداني العربية. يلا النصها يا باشا عيب عليك. اليوم ما انت هون. ما انت هون اليوم. ايه بسم الله. امشي ازاي؟ قول لي بس امشي في انهي اتجاه. بطلت؟ ايه زودها شوي بعد. ماشي. سيد محمد شلونك؟ حبيبي والله. رافع اعطاه من ايدك. يلا روح. بسم الله. نحن عم نسوي اعطاه السيارة الزلمة يعني. هات شوف السيارة. والله هذا صار ريف ضروري. والله. اه يا باشا طبعا ده انت اول حاجه. بدالة زمون. قول لي عايز ايه؟ انا بدل لك اياه. سيبها. لا هيك. سواق تاكسي في الشام. وسع. والله ما مصدق. والله صوت التاكس. حبيبي ايه الاخبار عامل ايه؟ حبيبي تسلم يا رب. تسلم حبيبي. يلا سلام. عايز اقول لكم حاجه غريبه شويه. وصلنا المكان الجندي المجهول. هو المكان اللي ورايا ده. تمام. المكان ده كان ممنوع حد يجيه او يخشه.
فالناس اي حاجه فيها او كانت ممنوعه قبل كده، الكلام ده من اسبوعين مثلا ولا من 10 ايام، فالناس بتجيها بشراهه بتملاها. بصوا المكان عامل ازاي، بصوا الناس كلها قاعده فين، شيش، ارجيله، قهوه، شاي، ميه. الناس طالعه لغايه فوق، تسلقت فوق في المكان نفسه. يا الله يا الله يا الله. لا كان في احساس غير عادي بالقهر والمنع من حاجات كتير جدا 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 جدا. دلوقتي الناس بلا مبرر، يعني هو ليه جنينه زي دي ممنوع حد يخشها مثلا؟ ليه مكان زي ده ما حدش يزوره؟ يعني ايه المبرر؟ ويقيس عليه بقى حاجات كتير جدا، يعني احنا ما قلناش حاجه، دي جنينه يعني. جند المجهول، عايزين نطلع فوق قمه الجند المجهول. يلا هننزل من هنا ناخد السلم نطلع فوق. ده حوار. هو قال لنا وصف لنا من هنا. ايه ده؟ هم كان في كشف بس كله مسروق بصراحه. كان في حاجات هنا؟ ايه كله كان هذا من هون. كان في سجاد. اهو ده ايه ده؟ اول شيء اول سلم السلم طالع لفوق. يلا روح ضوي لنا. اطلع بلي. يلا يا باشا انا جاهز. معلم انت اي شيء بيطلع بوشك خبرني انا هستناكم. يلا يا صديقي. طب حد يفتح النور. طلع. اوف صعب. ايه ده؟ مش عارف شايفيني ولا لا. لسه مشوارك طويل. روح اطلع. يا الله الدنيا كحل هنا. ايه يا عمي ده؟ دي لفه كبيره، احنا كده جوه البتاع نفسه. فوق عنا فوق ها. ايوه بلشنا بالسلالم احنا فوق. ده سلم لا ينتهي. لا هلا هذا سلم كثير مريح. لا اذا هيك طلع كثير ظريف. لا في فوق سلم. اذا هيك طلع الامور بخير. سلم تاني ناس نازله بس. لا بدي ما تطلع بيدي. يصور ما تطلع بيدي. الدنيا مو لا ما تقولش كده، عيب ازعل منك. ايه ده؟ وصلنا اكيد. نديرها. بسم الله. الناجي الاول. هوب بسم الله. يا الله. تسلموا يا رب. ايه الاخبار عاملين ايه؟ الناجي الاول. تجربة ايه من الخيال والله العظيم. بصوا واقفين فين؟ يلا ننزل. يلا ننزل. بص النزول. رحلة النزول ايه ده؟ بس ايه المكان ده؟ هو اكيد هيتقفل قريب بس بصوا الدنيا انا مش مصدق انا طلعت. يا الله الحمد لله على السلامة. الحمد لله. السلام عليكم. يا الله خلاص خرجنا الحمد لله. منين؟ يلا يلا وصلنا الحمد لله. نزلنا الحمد لله، طلعنا لغايه فوق ونزلنا الحمد لله. اجواء ايه وكلام ايه وشغل اكشن للصبح يا خبر ابيض. يلا خليكم معانا. عايز اقول لكم حاجه عن الساحه اللي احنا فيها دلوقتي دي. اسمها ساحه المرجة وفيها العمود ده. تمام. يقال ان هنا ايام الفرنسيين كانوا بيعدموا الناس هنا، لكن دلوقتي بقى الوضع مختلف. اي حد عنده مفقود او شهيد بيجي يحط صورته هنا ويقول هو مفقود فين. مفقود بسجن صدنايا من 2013، سكن حلب وهكذا. والدته فلانة اتولد امتى، فقد فين، لم يجد التواصل معاه، اللي يلاقيه يتواصل معاه.
مئات يمكن آلاف من المعتقلين، مئات وآلاف من البشر زي ما انتم شايفين في ساحة المرجة هنا في دمشق. محدش عارف هم فين. يمكن في أول النهار واحنا ماشيين شفنا كانوا ماسكين سجان في نفس الساحة دي وضربوه. طبعا الناس بقى مشاعر، كله بيعمل اللي هو عايزه، ضربوه. كان يعني حتى شفت حد خارج من وسطيهم بيقول كان السجان بتاعي، ده اللي كان بيعذبني، ده اللي كان بيسجني، بيعذبني في السجن. فضربوه ضرب يعني مبرح لحد ما جت الهيئه وفصلت ما بين الناس وخدوه، طلبوه للاسعاف تقريبا او ودوه بقى نقلوه المستشفى لانه كان مضروب جامد. تعالوا نروح شويه، يوم طويل، نريح شويه وننزل تاني. يلا نشوف الاجواء كمان بالليل في دمشق بالليل عامله ازاي. غيرنا بقى ونزلنا نشوف الاجواء بالليل في دمشق عامله ازاي، بس ايه نتعشى بسرعه وبعد كده نشوف هنعمل ايه. مطعم الميدان القديم. يلا بينا. احلى شويه لحمه راس بقى، دوق نجرب. بسم الله. الطحينه دي؟ الطحينه؟ ايوه طحينه ولبن. بسم الله. خطيره. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ايوه انت هات حته انت حته. لحمه نفس طعمه اللحمه دي تماما. نيه؟ لا مسلوقيه. مسلوق. واو خطيره والله خطيره. لحمه انت عم تاكل لحمه، هذا هو لسان الخروف. كلنا لسان وكلنا ممبار تاني كله تمام. هاد كوارع نحن مسميها تمام. نحن مسميها مقادم. تمام. هذا منبار. تمام. بس احنا بنحمره ولحم كمان. ايوه تمام. هذا بصوره كرش عندنا كرش. تمام. يلا ابوات معده دي. تمام. اوكي. دروس مع لسانات. دروس واللسانه تمام. هاي بس بتاكلوا المخ؟ لا في مخ. بتاكلوا المخ؟ بتقلوه ولا بتاكلوه ازاي؟ انت على طلبه. مقلي او مسلوق. تمام. اجواء. اوكي. هي اسمها الميدان الجزماتيه. شارع كثير طويل. شارع الجزماتيه. تمام. شارع الجزماتيه، احنا في شارع الجزماتيه. هون بعيد المولد النبوي بتلاقي عالم كثير عشان كثير يعني هذا بتلاقي الشارع ما فيك تمشي اساسا. يعني شفت المشي اليوم كنا عم نمشي لسه اكثر من أزحم من كده. اكثر. بص المطاعم هنا ايه؟ الروضه. ده مشويات بقى. أيوة الروضه مش الروضه. اجواء والوان واضاءه وحلويات. حبيبي. الناس بقى اللي بتحب الفراخ الشوايه، بصوا الجمال. الاصل اهو فراخ الشوايه. اصلي ولا مش اصلي؟ ايوه. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ بصوا الجمال اهو، احلى فراخ شوايه. واو، اجواء مفيش كلام بعد الكلام والله العظيم. شريف ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ لحلى بسام، لحلى محمد بسط بالميدان، ولحلى الشام، ولحلى بسام، ولحلى ابو عمر شيخ شباب، لحلى مصر حلوه منوره سوريا، مصر وسوريا واحد حلوياكم. لحلى مصر بالميدان على راسي. نجوم بمصر الحلوه، وانا احبكم، احب سوالفكم لمصر. واحلى بسام، لحلى شاغوري بالميدان بمحل بدر بياع الطيب. اهلا وسهلا فيكم بالميدان بسوريا. ابو عمر بص عليا، ابو عمر ابص عليا، ابو عمر بص عليا. لسه في قلب السوق والاجواء بقى ايه؟ خرافيه. انا مش مصدق اللي بيحصل والله، اجواء خرافيه حرفيا.
الدنيا فوق بعض، الحلويات في كل مكان. معلم ايه؟ بدنا معلم. ثواني خلي قادر والله العظيم. لا نصها مش دي، نص الثانيه. بقول له هات نصها. لا هات نصها نصها. يلا الله. يلا بسم الله. تسلم ايديك. بسم الله الرحمن الرحيم. نص ولا ربعه ما عنده. نصها وانا لا شوف انت بتعرف هي حلاوه الجبن. تسمع بحلاوه الجبن؟ يا عم يلا خلاص يلا. والله دوا حلاوه الجبن. لحظه والله دوا بس حلاوه الجبن هي قطعه. هي خارقه، هي الامانه يعني اطيب اكل بالشام. شوف نصها هي انت حتاكل شيء يعني عن جد خارق للامانه. ندوق نجرب. بسم الله. يلا يا سيدي رح ادوقك شغله بتكفيه والله خطيرة. بدوقك شيء لسه اهو. خطيرة. نحن عندنا بسوريا بيتخانقوا مين صاحب مين حلاوه الجبن صاحبه؟ حمويه ولا حمصيه؟ دي قطايف برضو؟ هي قطايف عصافيري. عصافيري؟ قطايف عصافيري او ستاتي. هي ستاتي. انا اقول قطايف ستاتي او قطايف عصافيري. قطايف ستاتي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. خطيرة. لا كله طيب نحن عنا والله صاحبين. احنا بالحلو العربي ما عنا يا مرة حميد. مفيش هزار ها؟ لا مفيش هزار. قول تاني. هذا المول اسمه البيج فايف، تمام؟ هذا في كل انواع الاكل، هذا مول خاص للاكل، يعني هون كله مطاعم فقط. مول كامل للاكل؟ بس للاكل، بس للمطاعم. انا اول مرة اشوفها في حياتي. مول كامل اكل بس. برضه في نفس الشارع اللي احنا فيه. الشارع عامل ازاي؟ بيج فايف. واو. اجواء الكريسماس. ازيك عامل ايه؟ اجواء الكريسماس هنا بقى مختلفه وغير. سوق كامل في دمشق عن الكريسماس. هنخش نشوف الاجواء، نتفرج بسرعه الاجواء عامله ازاي بالليل. يلا. كل عام وانتم بخير لأهل الشام لسوريا، أيامها حلوة إن شاء الله يا رب. سنة جديدة حلوة لسوريا. يعني من تتخيل انه هي البلد اللي انت شايفها عم يصير هون من 10 ايام تغير نظامها، فشوف العالم يعني ولا كانه صاير شيء، يعني انت شوف الاجواء وتخيل. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. مستقبل. مستقبل. الشباب مبسوطين؟ طبعا فرحانين؟ اي والله. مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك. حبوا يقدموا لكم مادة والله الناس نازله في الشارع فعلا ومبسوطه وبتحتفل طبعا والدنيا مستقره والشرطه بتاخد مخالفات. سوريا الحرة صفقة كبيرة قلب الصبح. تفضلوا شباب. كل حاجه زي ما هي واحسن ان شاء الله. ان شاء الله احسن باذن الله. يا السور شو بتحكي؟ هذول بقى بسوريا، يعني احنا عندنا سوريا وسوريا. اوكي. عرفت شلون؟ زي مصر وايجيبت كده. ايوه يعني عليك. اجمل جوله عملتها في 2024. سنه سعيده عليكم. 2025 ان شاء الله ان شاء الله نشوف دمشق والشام وسوريا كلها اجمل من اي دوله في العالم، اجمل من اي دوله في الدنيا، وباذن الله مصر ام الدنيا. حبيبي تسلم تسلم تسلم. تعال نضيفك حبيبي الله يخليك يا رب. اكيد ما تقدر. الله يخليك الله يخليك. عنكم اياها هي بسوق والله كله تمام. ايه دي؟ والله عنكم اياها فول ومرقه والله ما قادر. ده النهارده بص خلاص حبيبي. طيب كستنه بطاطا حلوه. بطاطا حلوه حبيبي والله. والله تعال والله تسلم. هجيلك حاضر. اجمل ناس واجمل شعب في الدنيا من ساعه ما دخلنا سوريا ولحد وخلاص بنخلص وهنمشي. اجمل ناس في الدنيا. يمكن جولتنا المره دي قصيره شويه
جايين بس نبارك للناس ونفرح معاهم ونبارك لهم، وان شاء الله نيجي مره بقى نقعد بقى في سوريا كلها من الشمال للجنوب من الشرق للغرب من كل مكان. خلص فيديو النهارده، يا رب تكون الاجواء في دمشق عجبتكم. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله بفيديو جديد. سلام.